كما تتعرفوا اوفر سايز هو اللي لاعب دابا، داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نقول لك شي حوايج تجنبهم باش تلبس الاوفر سايز على حقه وطريقه. اول خطا تيديروا شي دراري تيلبسوا حوايج ديال خوتهم ولا ديال والديهم باش يجيوهم واسعين ويسحاب ليهم لابسين اوفر سايز. وكاين وحدين اخرين تيشريو حوايج كبر منهم، مثلا هو تيلبس الام تيشري ال ولا الاكس ال باش يجيوه واسعين ويقول مع راسو راه لابس الاوفر سايز، وهذا غلط. ملي تبغي تشري شي حاجه غادي تشري لاطاي ديالك في الاوفر سايز، مثلا القبيه فيها بزاف الانواع، فيها سليم فيت ريغولار فيت وحتى الاوفر سايز. بحال هكا يعني انت خاصك تشري لاطاي ديالك في ستايل اوفر سايز. الخطا الثاني اللي خاصك ما تطيحش فيه، الا كنتي لابس سروال اوفر سايز ما تلبسش من الفوق شي حاجه سليم فيت، يعني ما يمكنش تلبس سروال واسع ومن الفوق شي حاجه مزيره عليك، غادي تولي تبان من الفوق صغير ومن التحت كبير. هاد البلان تيصدق مع الدريات ولكن مع الدراري لا، حيت الشكل ديال الجسم ديالك تيولي بان في شكل. ممكن تلبس من الفوق شي حاجه اوفر سايز مع سروال سليم حتى هي تتجي زوينه، ولكن العكس لا. الخطا الثالث اللي حاول تا ما تطيحش فيه، تكون لابس كلشي اوفر سايز وفي رجليك لابس سبرديله اللي الحجم ديالها صغير ما تتبانش في الرجل زوينه. الاوفر سايز يعني لابس شي حاجه واسعه، داكشي علاش خاص حتى السبرديله يكون الحجم ديالها كبير، حيت السبرديله اللي الحجم ديالها كبير هي اللي غادي تناسب الحوايج اللي واسعين. كاين بزاف الانواع في السوق بحال جوردان بحال اير فورس، تيبقى الاختيار ديالك انت. اخر حاجه، الا كنتي قصير وضعيف ما تنصحكش بهذا الستيل، ولكن الا كان تيعجبك هذا النوع ديال اللباس حاول تلبس الوان موحده بحال الكحل الكري ولا القهوي، وتجنب تلبس من الفوق لون ومن التحت لون مختلف، وفي الاخير لبس ودير داكشي اللي ترتاح فيه.